كل يوم حكاية يا قلبي تاخدنا في عالم تاني، قصص حلوة وجميلة بلخصها لك في ثواني. بس قبل ما ابدأ يلا يا قلبي فرحيني، اشتركي في قناتي علشان تكبريني. اسمي جميلة، بتبدأ حكايتي وأنا في المدرسة الابتدائية. في بداية حياتنا كنا عايشين في الأرياف، وطبعا بابا ما كانش لاقي شغل كويس، ما كانش بيعمل أي حاجة في يومه غير إن هو بيزرع وبيحصد، واليومية بتاعته كانت حاجة بسيطة خالص، يعني ما تأكلناش عيش حاف. بتمر الأيام وأنا وإخواتي بنكبر وبنحتاج مصاريف أكتر. بابا بيكلم ماما وبيقول لها إحنا لازم نسافر للمدينة، لان عيشة الريف ما بقتش نافعة معانا، خصوصا ان احنا عندنا 5 اطفال. ماما وافقته وقالت له انا ما عنديش اي مشكلة، مكان ما هتروح انا معاك، وفعلا لمينا حاجتنا وسافرنا. بابا كان مكلم حد من صحابه اجر لنا اوضتين فوق السطوح، وكنا عايشين بناكل وبنشرب وبنلبس وبنخرج. بصراحة كانت العيشة في المدينة احسن 100 مرة من الارياف. انا كنت البنت الكبيرة لبابا. لما عمري بقى 8 سنين ماما قالت له على فكرة بنتك جميلة متأخرة، المفروض نقدم لها في المدرسة. بابا قال لها طيب قولي لي ايه المطلوب وانا اقدم لها. قالت له روح اسأل في المدرسة، وفعلا بابا راح سأل في المدرسة وعرف ايه الاوراق المطلوبة وجهزها. بابا قدم لي في المدرسة. مش قادرة اوصف لكم انا كنت فرحانة ازاي في اليوم ده. من اول يوم اتصاحبت على بنات كتير جدا، وكنت شاطرة ومتفوقة. دايما بحب اتكلم مع المدرسين واهزر معاهم، كان الكل بيحبني. السنين بتعدي وانا بكبر وحماسي بيكبر جوايا. كنت دايما من المتفوقين، وكل شهر ليا شهادة تقدير، ودي كانت حاجة مفرحة بابا جدا، لانه كان دايما يقول لي انا حاسس ان كل التعب اللي تعبته ده مش هيروح على الفاضي. في المدرسة كانت الميس المفضلة بتاعتي اسمها ميس امل، كنت بعتبرها مامتي وهي بتعتبرني زي بنتها واكتر. للأسف فضلت فترة ما تجيش المدرسة من غير أي سبب، كلنا استغربنا وقلنا هي ازاي ما تجيش كل ده، وقلقنا عليها جدا. اتفقت أنا وصحابي إننا نروح ونطمن عليها، ولما رحنا علشان نطمن عليها اكتشفنا إن هي توفت. ساعتها أنا اتصدمت وبقيت زعلانة جدا لدرجة إن أنا ما كنتش حابة أروح المدرسة خالص. فضلت قاعدة في البيت حوالي أسبوعين لحد ما صحابي جوهم وقالوا لي لازم تحضري علشان كده انتي هتترفدي من المدرسة. بابا طبطب عليا وقال لي شوفي مستقبلك، انت شاطره يا جميله، بلاش تدمري نفسك وتدمري مستقبلك، الموت علينا حق وكلنا هنموت. وطبطب على كتفي بحنيه وفضل يتكلم معايا شويه. تاني يوم جهزت نفسي ورحت المدرسه، واكتشفت ان اللي خد مكان ميس امل استاذ غريب، كان منقول من مدرسه في محافظه تانية. اسلوبه كان وحش جدا في الشرح، وكان دايما يتعصب علينا ويزعق لنا. وفي يوم كان عندنا حصة عادية جدا، بعد ما خلص درسه لقيناه بيقول لنا هو انتوا منين، وقوم واحدة واحدة فينا تقول هي منين. وتقريبا البنات كلهم كانوا من نفس المنطقة اللي فيها المدرسة ما عدا أنا وبنتين تانيين. وللأسف أنا كنت أحلى واحدة في البنتين دول، واللي يشوفني كان يديني سن أكبر من سني، غير أصلا إن أنا داخلة المدرسة بعد معادي، يعني كنت داخلة المدرسة كبيرة 3 سنين. وللأسف من اليوم ده حياتي اتشقلبت بمعنى الكلمة. الأستاذ ده بقى دايما يقرب مني ويتكلم معايا بحنية ويحط ايده على جسمي. أنا كنت فاكرة انه اتغير وابتدى يتعامل معانا كويس، لكن طبعا كله كان ملاحظ معاملته ليا الغريبة. بيني وبينكم كده انا ما حطيتش في دماغي اي حاجة، ما كنتش مديه اخوانا. في يوم لقيته بيقول لي بقولك ايه، ما تمشيش استني هديكي حاجة. قلت له خير يا مستر، ايه الحاجة اللي هتديها لي؟ قال لي اصبري بس لما اصحابك ينزلوا هديكي حاجة كده تاخديها وانتي مروحة. قلت له تمام ماشي. في الفترة دي انا كان عندي 11 سنة بالظبط. فضلت قاعدة مستنية لحد ما كل البنات خرجوا من الفصل. طبعا انا كنت جوه الفصل مش شايفة اي حاجة بره. واللي حصل ان المستر فضل قاعد عامل نفسه بيقلب في الورق وبيكتب في حاجات لحد ما كل المدرسة خرجت. ما بقاش فيه غير البواب اللي تقريبا كان عارف ان المستر جوه. لما لقيت الوقت اتأخر قمت وقلت للمستر بعد اذنك انا عايزة امشي علشان بابا كده هيزعقلي على التأخير. لقيته قال لي خلاص هتمشي دلوقتي، وقام مشي ناحية الباب بتاع الفصل وقفله من جوه. طبعا انا كل ده ولا فاهمة ولا مستوعبة اي حاجة. بكل براءة قلت له يا مستر انت بتقفل الباب ليه؟
قال لي هتعرفي دلوقتي. ولقيته بيحسس على جسمي بشكل مقرف، نظرة عينيه ولمسته كل حاجة فيه كانت ترعب. هنا انا ابتديت احس بالخطر والخوف، جسمي ابتدى يترعش وابتديت ابعده عني، لكن معرفتش. حاولت ان انا اصوت انادي على اي حد يلحقني، لكن برضو مفيش اي حد سمع صوتي. المدرسة يعتبر كانت فاضية مفيهاش غير الحارس بس. المستر اعتدى عليا، وطبعا من الخوف والوجع انا فقدت الوعي، ما حسيتش بنفسي ولا حسيت بأي حاجة. وهو لما عمل عملته وخلص سابني مرمية زي الكلبة وخرج. في الوقت ده أهلي دوروا عليا كتير، لكن أنا ما كانش ليا أي أثر، لحد ما واحدة من صحابي اللي كنت بروح معاهم قالت لبابا إن أنا قعدت في الفصل عشان المستر كان هيديني حاجة. بابا راح المدرسة وكلم الحارس، قال له مفيش حد جوه؟ الحارس قال له لأ مفيش. بابا قال له طيب أنا عايز عنوان المستر كذا. الحارس خاف وتوتر، قال له انا ولا معايا رقمه ولا اعرفه، شوف لك بقى مكان تاني دور على بنتك فيه. وزعق مع بابا. بابا قلق جدا وتوتر، وصراحة حس ان في حاجة مش صح. بابا قلبه كان بيقوله ان انا جوه المدرسة، وطبعا الحارس ما سمحش لبابا انه يدخل يدور عليا. بابا ما لقاش قدامه حل غير ان هو يروح اسم الشرطة، قدم بلاغ اني مختفية من الصبح. الضابط قال لبابا انه مش هيقدر يقتحم المدرسة ولا يفتش غير لما يعدي 24 ساعة، او على الاقل نستنى لحد ما النهار ما يطلع. وفعلا فضلوا مستنيين لحد ما نهار الجمعة طلع. الشرطة راحوا مع بابا لحد المدرسة وطلعوا على الفصل بتاعي، ومن غير ما يفتشوا ولا يدوروا انا كنت مرمية على الارض. كنت عاملة زي الذبيحة بالظبط، مرمية على الارض وغرقانة في دمي. جسمي كان مدلج لدرجة ان كل اللي حواليا افتكروا ان انا مت. نقلوني على المستشفى. الدكتور عمل معايا اللازم وعلق لي محاليل، وطبعا خرج قال لهم ان في حالة تعدي شديدة. ربنا ما يكتب على اي اب اللي بابا كان فيه في اليوم ده. بجد بابا كان حاسس انه بيموت، حاسس ان روحه بتطلع منه. لما فتحت عيني لقيت بابا ماسك ايدي وماما واخواتي حواليا، وكان في ضابط علشان يستجوبني وياخد اقوالي. بابا بصلي بكسرة وكانت عينيه مليانة دموع. قال لي يا وجع قلبي يا بنتي، ازاي يحصل لك كده وانا ما بقاش معاكي علشان اخد حقك؟ قوليلي مين اللي عمل فيكي كده علشان اخد روحه بايدي؟ كلنا كنا عمالين نعيط. الضابط جه وقعد جنبي وقال لي قادرة تتكلمي؟ قلت له ايوه. قال لي هو سؤال واحد، مين اللي عمل كده؟ قلت له استاذ كذا. وطبعا اول ما قلت الاسم طلع امر ضبط واحضار ليه، لكن للاسف هو اختفى. دوروا عليه في كل مكان ملقوش ليه اي اثر، حتى الحارس بتاع المدرسة برضو ملوش اي اثر. طبعا في الوقت ده كل اللي يعرفوني واللي ما يعرفونيش عرفوا حكايتي جت على التلفزيون واتنشرت في الجرايد وفي الصحف. طبعا السوشيال ميديا ما كانتش زي دلوقتي، الايام بتعدي وانا ما باخدش حقي، والمجتمع بيحاسبني على حاجة انا ماليش اي ذنب فيها. انا ما كملتش تعليمي لاني اتعقدت، قعدت في البيت لحد ما بقى عمري 24 سنة. مفيش ولا اي حد جه تقدم لي. بابا لما لقى مفيش اي حد بيتقدم لي، وطبعا الكل عارف حكايتي، قال لأمي جهزي نفسك علشان هنسافر لمحافظة تانية. وفعلا سافرنا لمحافظة تانية، بعنا بيتنا واشترينا بيت تاني في المحافظة الجديدة اللي نقلنا ليها. اول حاجة عملتها بعد ما نقلنا للمحافظة الجديدة عملت عملية، وطبعا انتوا عارفين هي عملية ايه، بس عايزة اقول لكم انها اصعب حاجة ممكن تمر على الواحدة او تحصل للواحدة وربنا ما يكتبها عليكم. نزلت اشتغلت في محل اكسسوارات بياعة، وانا واقفة ببيع جه شاب يشتري اكسسوارات لاخته علشان عيد ميلادها، وطلب ان انا اختار معاه. اخترت معاه شوية حاجات وفضلنا نضحك ونهزر مع بعض. وطبعا اليوم ده اتكرر كتير، لانه من بعد ما اشترى من عندي بقى كل شوية يجي يقول لي عايز اشتري لاختي، عايز اشتري لامي، عايز اشتري لبنت خالتي. وانا فهمت ان كل ده حجج علشان بس يجي يقعد معايا ويكلمني. بيمر عليا سنة وانا والشاب ده بنتكلم وبنتقابل على طول. مش هضحك عليكم، انا ما كانش في دماغي خالص انه يجي يخطبني. انا كل اللي كان في دماغي اني بس عايزه اجرب شعور اني اكون مخطوبه او يكون حد بيحبني ومهتم بيا. كنت فاكره انه بيتسلى فتره ويسيبني، لكن صدمني لما قال لي انا عاوز اجي اقابل باباكي. قلت له خد الرقم، وبرده ما كانش في دماغي اي حاجه، لكن الصدمه الاكبر انه فعلا صدق في كلامه وجه هو ومامته علشان يخطبوني. مش هضحك عليكم، بابا وافق على طول من غير حتى ما يسأل عليه. قال له يا ابني الشبكة هدية منك للعروسة، وبالنسبة للشقة اعملها زي ما تعملها، اهي كده كده بيتك، واحنا هنجهز بنتنا على قدنا. مصطفى قال له تمام يا عمي، انا بالنسبة لي مش عايز منكم اي حاجة، انا عايز جميلة وبس. اتخطبنا سنة بالظبط، لاني طبعا ما كنتش مجهزة نفسي.
وهو كان عنده شوية نواقص في الشقة خلصهم. اتجوزنا وعملنا فرح بسيط على قدنا، هو عزم شوية من أهله وأنا ما عزمتش غير صحابي اللي أعرفهم بس. وطبعا موضوعي القديم محدش يعرفه خالص. ولما القصة بتاعتي نزلت بالحروف مش بالاسم الكامل حفاظا على السمعة. ودلوقتي أنا متجوزة بقالي 7 سنين وعندي بنتين وولد. لكن كل ما افتكر إني ما خدتش حقي بزعل قوي. خلوا بالكم من بناتكم، الدنيا ما بقاش فيها امان وتخوف قوي. وعلى فكرة انا جوزي ما يعرفش اي حاجة من الماضي بتاعي.